في إحدى ليالي الممطرة كان في راجل قاعد في البيت بتاعه بيتفرج على التلفزيون والدنيا تمام معاه، ولكن فجأة وهو قاعد بيتفاجئوا إن الباب بيتكسر ودخلوا عليه البيت بدأوا يضربوه، والواد مش فاهم إيه اللي بيحصل، بيبعدهم عنه بصعوبة جدا وبيسيب البيت وبيهرب، بيمشي في الشارع ومش عارف هيروح فين، ولكن فجأة وهو ماشي بيشوف عربية ماشية بسرعة كبيرة جدا وكانت هتخبط ناس ماشية في الطريق، من غير أي تفكير بيروح وبيلحقوه قبل ما يحصل لهم حاجة، ولكن في المقابل هو اللي اتخبط مكانهم. الناس بتتجمع وبيتصل بالإسعاف علشان يلحقوه، بياخدوه للمستشفى والدكاترة بتحاول تنقذه، ولكن في اللحظة ديت توقفت نبضات قلبه واستقام شريط حياته، ويدوب بيموت من هنا بيفتح عينه في مكان تاني، بيلاقي 2 قدامه ومش عارف مين دول ولا ايه اللي جابهم هنا. معقول ان انا جيت من الحادث؟ بس اكيد لا. بيحس بخفة جسمه وبيرفع ايده علشان يشوف ايه اللي حصل، بيتصدم، انا اتولدت في عالم تاني وكمان بنفس ذكرياتي القديمة، يا حلاوة، ده شكلها هتلعب ولا ايه؟ المهم الابين بيسموه روديوس وكانوا فرحانين بمولودهم الاول والوحيد، وبعد عدة شهور روديوس بيتفرج على ابوه وهو بيتعلم المبارزة، وفجأة وهو واقف رجله بتتخبط وبيقع على دماغه، الام بتقلق عليه جدا وبتروح تشيله من على الارض، بتقع وبتعمل عليه تعويذة شفاء وبتعالج دماغه. الواد بيستغرب من اللي عملته وبيعرف ان العالم ده غير عالمهم وبيستخدموا فيه السحر عادي، وبيقول انا لازم استخدم السحر باسرع وقت ممكن. المهم بتفوت السنين وهو مش شايل فكرة انه يتعلم السحر دي من دماغه، اتعلم يقرا ويكتب وجاب كتب السحر بتاعت امه وبدأ يقرا فيها، ولما بيقرا شوية بيقوم علشان يجرب ويشوف هيعرف يستخدم السحر ولا لا، بيمد ايده وبيقول التعويذة بصوت عالي وبيتفاجئ انها نفعت معاه وطلعت مية من ايده، بيفرح جدا وما كانش مصدق اللي عمله، ولكن بعدها بيقف على الشباك وبيقول اما نجرب نستخدم سحر جديد، ولكن من غير منطق بكلمات التعويذة. بيجرب يعملها وفعلا بتنجح معاه، ولكن طاقته السحرية كانت خلصت وبيقع على الارض والمية بتقع عليه. امه بتيجي وبتقول له عيب عليك اما تعملها على نفسك وانت في السن ده، ولكنه ما بيرضاش يدافع عن نفسه ولا يقول لهم الحقيقة. اليوم ده وهو كل يوم يتدرب على نفس التعويذة ليل نهار. رودي كان كل يوم يتطور اكتر من اللي قبله، وفي يوم بيقف قدام الشباك وبيقرر انه يضاعف قوته ويخليها بدل ما تقف مكانها تتضاعف وتصيب المكان اللي هو عاوزه. بيقف وبيقول التعويذة، طاقته بتزيد وقوة كبيرة بتظهر في المكان. الواد بيفتح عينيه وهوبا الضربة كسرت الجدار وطارت لمدى البصر. رودي بيستغرب من قوته. الاب بيسمع الصوت ده وبيروح لهناك، بيشوف رودي واقع على الارض وبيحسب فيه وحش هاجم عليه ولا حاجة، ولكن الام بتلاحظ كتاب التعويذ بتاعها مفتوح جنبه، بتسأله انت قريت اللي فيه يا ابني؟ انت اللي عملت كل ده؟ رودي بيتأسف لها ومفكر انها زعلانة من اللي عمله، ولكنها دي كانت طايرة من الفرحة اساسا. انت استخدمت السحر في سنك ده وطلعت القوة دي كلها هدية للي عملته، فاحنا هنجيب لك استاذة تعلمك السحر بكرة. وفعلا تاني يوم بتوصل روكسي، وايوه هي دي الاستاذة اللي هتعلمه يا صديقي. اول ما بتعرف ان رودي هو التلميذ بتكون متضايقة، بتكون مفكراهم بيستهزئوا بيها علشان هو لسه صغير واكيد ما عندوش اي طاقة سحرية، ولكنها بتقول اما نشوف قوته. بتاخده الجنينة وبتبدأ تشرح له كل الاساسيات والحاجات اللي يتعلمها علشان يستخدم السحر، ولكنه قرا كل الكلام ده قبل كده ومش مهتم هي بتقول ايه اصلا. بعدها بتقول له هوريك ازاي تستخدم السحر وتضرب لمسافات بعيدة، بتعمل نفس مهارة المية اللي اتعلمها قبل كده. رودي بيسألها وانا لازم اقرا التعويذة علشان استخدمها؟ فبتقول له اكيد يا عم، من غير ما تنطق التعويذة عمرك ما هتعرف تستخدمها. بيقول لها تمام هنشوف دلوقتي. بيجرب التعويذة وبيضربها كمان من غير ما يتكلم. روكسي اتصدمت من اللي شافته، بتعرف ان الواد ده غير اي حد علمته قبل كده، وبتقول اكيد الواد ده مش طبيعي. بعدها الام بتنده عليهم وبتقول لهم تعالوا جوه، ولما بيدخلوا بيكونوا عاملين حفل استقبال لروكسي علشان هتقعد معاهم الفترة الجاية. البنت بتفرح من اهتمامهم وكانت في قمة السعادة. وبعدها بتبدأ روكسي تعلم رودي كل المهارات السحرية اللي تعرفها. نص اليوم رودي بيتعلم السحر والنص التاني بيتعلم المبارزة مع أبوه. وفي يوم من الأيام روكسي بتحكي له على الشياطين والقبائل بتاعتهم، بتقول له على فكرة أنا كنت واحدة منهم، ولكن سبت القبيلة من زمان ومشيت، ولو شفت حد ليه نفس لون شعره وعنده جوهرة في جبهته فلازم تهرب منه. الواد بيترعب من كلامها وبعدين بيمشي. تعدي الأيام وتفوت السنين ورودي بيتعلم السحر ومهاراته على إيد روكسي، والوقت بقى عنده 5 سنين. بيعملوا له عيد ميلاده وكانوا فرحانين بيه جدا، بيحتفلوا وبيهيصوا، وبعدين بيروح لأبوه وبيديله سيف، بيقول له ده هدية عيد ميلادك، عارف انه كبير عليك دلوقتي بس ما تخافش هعلمك تستخدمه. الأم هي كمان بتديله كتاب للسحر وكان فرحان بيه جدا. روكسي هي كمان بتروح له وبتديله عصاية سحرية، بتقول له دي هتضاعف طاقتك السحرية وهتخلي هجماتك أقوى. كل سنة وانت طيب يا عم، وجهز نفسك علشان بكرة هو آخر يوم ليا، انت كده اتعلمت كل حاجة أنا أعرفها، وبكرة هو يوم تخرجك. وفعلا تاني يوم بتجيب الحصان وبتقول له تعالى معايا. الواد خايف يطلع بره البيت للناس يتنمروا عليه زي ما كان بيحصل معاه في العالم التاني، بيرفض يروح معاها، ولكنها بتشجعه
وبتاخده معاها بالعافية. بيلاحظ طيبة الناس في العالم ده وإنهم غير التانيين خالص، وبيمشي وهو مطمن. بعدها بيوصلوا لمكان بعيد وبتقول له روكسي دي آخر تعويذة أعلمها لك، فركز معايا بقى علشان تعرف تعملها. بتقف بعيد عنه وبتقرأ التعويذة. غيامة كبيرة بتظهر فوق همها وبتظهر قوة كبيرة. ده كمان برق نزل على الحصان اللي كانوا جايين بيه وكان هيموت لولا إنها عملت عليه تعويذة شفاء ولحقته في آخر لحظة. بعدها بتقول له رودي يلا روح اعملها. بيروح فعلا وبيفكر في كلمات التعويذة. بيحصل نفس اللي حصل من شوية ولكن بقوة تتعداها بكتير. روكسي بعدها بتروح عنده وبتقول له مبارك عليك، انت كده اتعلمت كل حاجة انا اعرفها. بتروح معاه البيت لاخر مرة علشان تودع الابوين، مش عاوزينها تمشي وبيطلبوا منها تفضل معاهم كمان شوية، ولكن روكسي بترفض وبتشكرهم على حسن معاملتها طول الفترة اللي فاتت. بتقول له رودي انا هطور من نفسي اكتر واكتر واتعلم حاجات زيادة علشان افيدك بيها بعد كده، عايزاك تكبر كده وتبقى ساحر الامبراطورية. بعدها بتطلع سلسلة وبتديها له وبتقول له دي هتحميك من الشياطين اللي انا حكيت لك عنهم قبل كده. وبعد كده بتودعهم للمرة الأخيرة وبتمشي، والكل كان زعلان جدا على فراقها. وبيخلص اليوم على كده. وجاميو بيخرج رودي من البيت وبيكون رايح للمدينة لأول مرة. بيتغلب على خوفه وبيمشي في المكان اللي هو عاوزه، وفجأة وهو ماشي بيشوف 3 بيتنمروا على بنته وبيضربوها. البنت بتترعش من كتر الخوف ومش عارفة توقفهم. رودي بيتعصب وبيستخدم سحره عليهم وبيضربها. أول ما بيشوفوا قوته بيخافوا منه وبيهربوا. بعدها بيروح للبنت دي وبيطمن عليها. بيلاحظ إن شكلها مش زيهم وإنها تابعة لقبيلة الشياطين اللي روكسي حكيت له عنهم، ولكن بيطمن لما مش بيلاقي الجوهرة في جبهتها. بعدها بيغسل لها وشها وبيقعد يتكلم معاها. بتقول له انت ليه ساعدتني؟ انت كده هتخليهم يبعدوا عنك ومحدش فيهم هيحب يقعد معاك ولا يصاحبك. رودي بيقول لها ما تقلقيش، كده كده مش عاوز يبقى عندي اصحاب. بيتنمروا على واحدة زي القمر كده. البنت بتتكسف من كلامه وبدت تبص له نظرات اعجاب كده وشكلها تلعب ولا ايه يا صديقي. وبعدها بيسيبها رودي وبيروح البيت. بيلاقي ابوه مستنيه وكان متعصب جدا. بيقول له انت اول يوم خرجت فيه من البيت استقويت على العيال وضربتهم، انت هتستغرب انك تستقوى على الناس الضعيفة وتذمهم، هو انت مفكر نفسك مين؟ الواد كان لسه هيوضح له اللي حصل ولكن الاب بيضربه بالقلم وبيقع على الارض. رودي وقتها بيزعل من اللي حصل. بيقول لابوه بعد كده مش هضربهم تاني، لو شفت 3 بيضربوا في شخص ضعيف مش هساعده ولا اقول لك احسن من كده، هروح اضرب معاهم ويبقى 4 على 1، هعمل اللي انت عايزه. بعد كده الاب وقتها بيعرف غلطه وندمان علشان ما سمعوش من الاول وسالوا ليه عملت كده. بيروح وبيقعد مع نفسه وكان في قمه الحزن من اللي عمله. الام بتلاحظ انه متضايق وبتروح تشوف ماله. بيحكي له اللي حصل وبيقول لها برغم اني غلطان ولكن مش عارف اتاسف منه، وكان في قمه الحزن وقتها. وتاني يوم كان رودي بيتعلم المسايفه مع ابوه، ولكن وقتها ابوه بيقول له ايه رايك تروح مدرسه السحريه علشان تتعلم حاجات كتيره وتتعامل مع ناس تانية. الواد بيقول له تمام ولكن هشوف حاجه الاول. بيروح لسيلفي وكان باين عليه الزعل كده. بيحكي لها اللي حصل وبيقول لها انه هيمشي ويسيبها، ولكن وقتها البنت بتحضنه وبتعيط. بتقول له بالله عليك ما تسيبنيش لوحدي، انا مش عايز ارجع لوحدتي تاني. الواد بيتأثر من كلامها وما كانش عارف يتصرف ازاي. بيروح البيت وبيقعد يتعشى هو والعيلة. بيتكلم مع ابوه وبيقول له انا عايز اطلب منك طلب ونفسي انه يتحقق. انا عاوزك تدفع مصاريف الدراسة ليا وكمان تدفعها لسيلف، حالتها المادية صعبة ومش هتعرف تدفع المبلغ ده كله. ولكن وقتها الاب بيرفض طلبه. بيقول له انا متكفل بتعليمك انت، ولو عاوز تساعد حد فلازم تتعب علشان تساعده، مش تيجي تطلب مني وعايزني ادفع لحد انت اللي حبه. الواد بيفهم كلامه وبيقول له تمام، بس انا عايزك تشوف لي وظيفة من بكرة وانا هشتغل لحد ما اجمع فلوس دراستها ونروح المدرسة سوا. الاب بتعجبه الفكرة وبيقول له تمام. وفعلا تاني يوم بتيجي عربية وبتقف قدام البيت. بينزل منها بنت عندها عضلات كده واسم البنت ديت جيلين. بيرحبوا بيها بسعادة وبعدها الكل بيبص لرودي نظرات الوداع وهو لسه مش فاهم اي حاجة. الاب بيقول له لو قلت لك ان الشغل ده هيبعدك عن سيلفي هتوافق؟ فبيقول له لا طبعا. وفجأة بيلاقي بيه بيهجم عليه بالسيف بتاعه. رودي مش فاهم حاجة وبيفادي هجماته بصعوبة وبيحاول يصيبه بسحره ولكن ما بيعرفش يلمسه حتى. الاب بيهجم عليه بسرعة تاني ورودي بيحاول يفاديه ولكن مش بيلحق وبيضربه بالسيف على دماغه وبيغمى عليه. وبعدها بشوية بيصحى بيلاقي نفسه في العربية وجيلين بس هي اللي معاه. بيسألها أنا رايح فين وليه ودوني معاكي؟ فبتقول له خد اقرا الرسالة ديت وانت هتفهم كل حاجة. بياخدها منها وبيقرا فعلا. بيعرف انه رايح لوظيفته الجديدة وانه هيشتغل أستاذ سحر وهي تعلم الناس السحر اللي اتعلمه، وإضافة لكده هيعلم جلين تقرا وتكتب. ولكن الوظيفة بالسهولة ديت ده اللي هنعرفه كمان شوية. وبعد كام ساعة بيوصلوا هناك أخيرا. بيقابلوا فيليب وده هو الحاكم، واتضح كمان انه ابن عم ابوه، وان بول كان من العيلة المالكة ولكنه فضل العيشة في الأرياف أحسن من العيشة
يعيشها تحت الضغوطات ديت. بعدها بيسألوا رودي عن وظيفته وفين البنت اللي هيعلمنا السحر، فبيقول له تعالى نروح عندها الأول وبعدها نشوف قراره. بيطلعوا عند البنت فعلا وبيروح يتكلم معاها. رودي بيعرفها عن نفسه وبيقول لها أنا الأستاذ اللي هعلمك السحر بعد كده، ولكن البنت بتقول له أستاذ إزاي بس وأنت أصغر مني، امشي يلا يلا من هنا، وبتضربه بالقلم. الواد بيتعصب من اللي عملته وبيرد لها القلم تاني، ولكن يا ريته ما عمل كده. إيريس بتديله بوكس بتطيره من قدامها، بتروح عليه تاني ومش بترحم وبتفضل تلطش فيه، مش عارف يعمل معاها حاجة وبيبعد عنه بسحره وبيهرب. بيروح للملك من تاني وبيقول له ازاي دي بنتك يا عم، ده عليها بوكس اللهم صل على النبي جاب لي ارتجاج في المخ. الملك بيقول له ايه قرارك، هتكمل في الوظيفة ديت وتحاول تقنعها ولا هتنسحب زي اللي جم قبلك؟ رودي بيقول له انا عندي خطة هتخليها توافق ولكن هحتاج مساعدتها. فبيقول له شوف خطتك وانا تحت امرك. وبعدها بيروح اوضته وبينام، ولكن بيصحى يلاقي نفسه مربوط في صندوق في مبنى مهجورة، والاميرة ايريس هي كمان زيه، ودي هي خطة رودي. اول ما بتصحى بتقول له احنا فين وانا ليه مربوطة هنا، حد يفك ايديا. رودي بيقول لها للاسف احنا اتخطفنا ومش عارفه هيحصل لنا ايه دلوقتي، انتي ما بتعرفيش تستخدمي السحر وتفكي ايدك زي ما انا عملت كده، يلا خليكي مربوطه احسن. البنت بتتضايق جدا وبتفضل تزعق. الحارس بيسمع صوتها العالي وبيتضايق وبيدخل عليهم، بيفضل يضربها بكل غباء والبنت خلاص مش قادره. بعدها بيروح لرودي وبيديله قلم وبيمشي. رودي بيتصدم من اللي عمله لانه ما كانش متفق على حاجه من ديت مع الملك، بيحس انهم خدوهم رهاين فعلا وعاوزين يقتلوهم. الواد بيقلق على الاميره اللي يكون حصل لها حاجه من الضرب ده وبيروح يساعدها، بيعمل عليها تعويذه شفاء وبيعالج اجزاء من جسمها. بعدها بيتصنت على الباب وبيعرف ان اللي فكر فيه صح وانهم خانوا الملك وعاوزين يقتلوا الاميره. رودي بيترعب عن طول وبيروح للشباك وبيشيل الحديد اللي فيه، بيقول للاميره انا ههرب عايزه حاجه، فبتقول له ساعدني يا عم انت هتسيبني هنا لوحدي ولا ايه؟ فبيقول لها انا مش هساعدك الا ما توعديني انك هتبطلي اسلوبك ده وتتعاملي زي البنات من تاني. البنت مش عايزه توعده بحاجه. الحارس هم كمان بيحاولوا يكسروا الباب ويدخلوا، ولكن رودي بيعمل حاجز بسحره، ولكن الحاجز مش هيستحمل كتير، خلاص الباب جاب اخره وبيكسروه وبيدخلوا، ولكن مش بيلاقوا حد جوه وبيكونوا هربوا. بيستخبوا في احدى الشوارع المهجوره وبيعالج رودي جسمها وبترجع زي الاول تاني. بعدها بيكملوا مشي وبيأجروا صدود توصلهم المدينه، بينزلهم في البدايه وبيكمل مشي علشان محدش يحس بيهم. اول ما بيشوفوا حارس مزرعه القصر قدامهم بيفرحوا وبيروحوا ليه، ولكن فجاه واحد بيجي من وراهم وبياخد إيريس وبيهرب. رودي بيلحقه بصعوبة، بيستخدم سحره وبيبني جدار وراه وبيوقف المجرمين، بيطلعوا سكاكين وبيهددوه بقتلها. بيبص وراه بيلاقي حارس المزرعة هو كمان متفق معاهم وشكلها دي نهايتهم. بيقول له ايه رأيك تنضم لينا وهنديك جزء من اللي هناخده، سيبك من البنت دي كده كده مفيش منها اي فايدة. الواد بيقول لهم الفلوس اللي هتدوها لي تكفي لدخولي 2 لمدرسة السحر، فبيقول له اكيد وزيادة كمان بكتير. مفكرينه هيوافق ولكنه كان بيشتتهم وبيعمل انفجار لجلين علشان تعرف مكانهم، وفعلا جلين بتشوف الانفجار ده وبتروح عليهم. بعدها هاجم على المجرمين بكرات نارية كتير، بيشتت انتباههم بهجوم تاني وبياخد إيريس منهم، ولكن واحد من المجرمين بيرمي السيف عليهم وكان خلاص هيموتوا. الواد في الجو مش هيعرف يفادي السيف وخلاص دي نهايتكم، ولكن هوبا جلين وصلت في آخر لحظة وكسرت السيف في أقل من ثانية، وكمان بتقتل المجرمين دول في لمح البصر. ايه القوة المرعبة ديت؟ بعدها بتطمن عليهم وبياخد خادم المزرعة وبيروحوا للقصر. الملك بيستقبله وكان قلقان جدا على الأميرة، بيرمي الحارس قدامه وهو مربوط وبيعرف اللي حصل، بيأمرهم بحبسه، وبعدها بياخد الأميرة وكان ماشي. رودي وهو كمان بيحس بالفشل وإنها لسه موافقتش إنه يعلمها، بيسيبه هو كمان وكان مروح البيت من تاني، ولكن في آخر لحظة بيلاقيها بتنده عليه، بتقول له أنا عايزاك تعلمني كل مهاراتك السحرية، مش عايزة طفل زيك يبقى أحسن مني في حاجة. الواد بيفرح من كلامها وبيقول لها تحت أمرك يا سيادة الأميرة.